ترجيع، بدل ما انت ماشي كده معايا وخلاص. حاضر يا همسه، اي حاجه قديمه للبيع. يا نهار اسود، ايه الحياه يا ترجيع؟ يا بيه يا بيه، قوم معايا يا بيه. ايه اللي انت بتعمله ده شكله بيموت. طب اعمل ايه دلوقتي يا همسه؟ شيله معايا بسرعه نوديه المستشفى. هيا يا دكتور، هو فاق ولا لسه احنا عايزين نشوفه؟ للاسف محدش هينفع يشوفه دلوقتي لانه هو فاقد الذاكره وحالته صعبه جدا. ماشي يا دكتور، هات يلا يا ترجع الفلوس اللي معاه. خد يا همسه. خد يا دكتور الفلوس دي، خلي اي حد من الممرضين يجيب لي فرخه وهو ياكلها وانا هجيله بكره. طب ما تخلي احنا الفرخه دي وناكلها احنا يا همسه. هناكل فراخ اما نروح. يلا يا ترجيع. اتفضل يا دكتور، ده الرقم بتاعي، ابقى رن عليا اول ما يفوق وانا هجيله بسرعه. يلا يلا يا ترجيع. ايه ده انت رايح فين؟ انت حالتك صعبه ما ينفعش تمشي من المستشفى. انا عايز امشي، انا مش هقعد في المستشفى. حاسب. الو، المريض اللي انتوا جبتوه المستشفى فاق وساب المستشفى ومشي. انت اسمك انت رايح فين؟ انت مين؟ وعاوزه مني ايه؟ انا همسه اللي جبتك المستشفى. انت بقى همسه؟ كلهم كانوا بيشكروني فيك وانا في المستشفى، بيقولوا عليك انك بنت جدع، ويقولوا لو وقفتك جنبي وجبتني المستشفى بسرعه انا كان زماني ميت. يس بعد الشر عليك، ما تقولش كده. قول لي بقى انت اسمك ايه؟ مش عارف. طيب تعالى معايا. الحمد لله على السلامه يا اسطى. انت مين يا؟ ده ترجيع اخويا. ترجيعه؟ يلا يا عم الله يصلح حالك، رجع بعدي هي ناقصه. ايه ده؟ انت زعلت؟ انا بهزر معاك. احلى ترجيعه يا عم، تعال. مش تفتح يا حمار انت؟ عامل لنا مشاكل على الصبح اهو يا عم ترجيع. احنا اسفين يا ست هانه. بابا في حيوان ما تفتح انت اعمى فيها بنت. انت ماسكه كده ليه؟ ما تنزلي ايدك. دايما عامل لنا مشاكل كده يا عم ترجيع على الصبح. احنا اسفين يا ست هانه. ماشي بابا. يعني انت عاوزاني اعمل ايه دلوقتي؟ انا عايزاك تخلص على بابا يا عم ماجد عشان مش راضي يدينا حقي انا وماما. طب وبعد ما نخلص عليه هنستفاد ايه؟ مش انت بتحب ماما؟ احنا لما نخلص عليه هنورثه ونعيش انا وانت وماما مرتاحين. بس ده اخويا برضه. تختار الفلوس ولا اخوك؟ الفلوس طبعا. مع السلامة يا بابا. ربنا يرحمك يا اخويا. بابا حصل خير يا جماعة، حصل خير. هي البت دي بتبص لي كده، هو انتوا تعرفوها؟ لا ما نعرفهاش ولا حاجة، تعالى وسيبك منها. أنا حاسة إن البت دي عارفاك. وهتعرفني منين أصلا؟ وانت تعرف منين؟ مش انت فاقد الذاكره؟ بس يا ترجع اسكت. هي ممكن تكون البت دي عارفاني يا همسة؟ مش عارفة والله، أنا هروح مشوار كده وجاية. اجي معاك يا همسه؟ لا خليك معاه ما تسيبوش. في ايه؟ انا كلمتني اجي ليه؟ ماما فين؟ ايه اللي ماما فين؟ مامتك في الشغل. في ايه قلقتيني؟ بابا لسه عايش، أنا شفته بعينيا الاتنين دول. يعني هو متجوز وكمان عنده بنت. أخيرا لقيت عيلته، أما راح أقول لهم بسرعة. ايه الكلام ده؟ ازاي عايش؟ انا دوست عليه بالعربيه لحد ما خلصت عليه. هو مكانه فين؟ أنا عارفة. يا نهار أسود، أنا لازم ألحقه بسرعة. محمد في ايه يا همسة؟ هو مين محمد ده؟ أنت اسمك محمد. أنا اسمي محمد؟ أنت عرفت منين؟ أنا مش فاهم حاجة. مش ده وقته دلوقتي، تعالى معايا بسرعة. هنروح فين يا همسة؟ هنطلع على السطح، يلا قوم. هو ده بيت الناس اللي كان ماشي معاهم. متاكده ان هو ده بيتهم؟ متاكده ان محمد شافك وما عرفكيش؟ ايوه متاكده. يبقى هو فعلا فقد الذاكره. تعالي معايا. مين؟ انت جايب ابوكي عشان يضربني صح؟ لا مش
هضربك، احنا كنا جايين نسألك على حاجة وهنمشي على طول. مين يا حبيبي الراجل اللي كان معاكم الصبح ده؟ احنا لقيناه في الشارع وهمسة اختي شغلته معانا، انتوا تعرفوه؟ احنا قرايبه يا حبيبي. بص يا حبيبي، ده رقم، عاوزك اول ما يجي تكلمنا على طول علشان نجيله، بس مش عاوزك تقول له ان احنا جينا له ولا اي حاجه. خد الرقم معاك اهو، وهديك حاجه كمان. خد ده عشانك. ريحه الكباب والكفته ريحتهم حلوه قوي. زمان اخويا ترجيع ميت بالجوع، انت يا ترجيع. ايه يا همسة كنت فين كل ده؟ محمد كان بيجيب لنا كباب وكفته عشان نتغدى بيهم. تسلم يا اسطى محمد. حبيبي يلا يا ترجيع، يلا بقى خش جيب لنا طبق حلو علشان ناكل. حاضر يا اسطى. ايوه يا باشا، انا ترجيع. الولد جه معاهم اختي. تمام ماشي، احنا جايين لك دلوقتي حد، بس اوعى تقول له ان احنا جايين زي ما اتفقنا. حاضر يا باشا. الحمد لله الاكل جميل قوي. محمد انا عايز اقول لك على حاجه عشان تكون اخد بالك من نفسك. في ايه يا همسه؟ انا مش فاهم حاجه، انت قلقتني. انا عارفه مكان اهلك، اخوك وبنتك ومراتك. انا عندي اخ ومتجوز وعندي بنت. طب هما فين؟ انا عايز اشوفهم. ايه ده؟ في ايه؟ محمد تشتري مني تليفون يا بيه؟ هي فين التليفون اللي بتبيعيه ده؟ انا ببيع 13 برو ماكس و14 برو ماكس. طيب وريني التليفونات. ده 13 برو ماكس يا بيه. انت جايبه التليفون ده منين؟ انا اخويا مسافر بره وببعتهم لي وانا ببيعهم. هتشتري ولا اشوف غيرك؟ هشتري. التليفون بكام؟ ده انا ببيعه ب 5000 جنيه وال14 برو ماكس ب 10000 جنيه. طيب هاتلي الفورتون برو ماكس. اتفضل يا بيه، جهاز جديد اهو. هو ده ال 10000 جنيه اهي. شكرا يا بيه. بنت مغفله عطياني تليفون ب 70000 جنيه بايعه لي ب 10000 جنيه. هاي بنتي يا همسة، عملت ايه النهارده؟ عملت مصلحة على واحد ب 10000 جنيه. ايه ده يا بنتي يا همسة؟ الفلوس مزورة، الراجل ضحك عليكي. يا ابن النصابة بقى بتضحك عليا انا وربنا ما انا سايباه. هو راح فين؟ هو فين الراجل اللي انت بتقولي عليه ده يا همسة؟ انت متأكدة ان هو كان هنا؟ ايوه متأكدة. اثبتوا مكانكم محدش يتحرك. والله يا بيه ما عملت حاجة. البنت هنا دي هي اللي حرامية، والله العظيم يا بيه كذابة. دي هي اللي بتبيع على فاضي على انها تليفونات وبتنصب على الناس. يا نهار اسود، ده الراجل اللي انا نصبت عليه هنا. يا نهار اسود يا همسة، ده باين ظبط وهيقبض علينا. تعالي بقى يا نصابه، امشوا قدام انت وهي. خدي الكرتونه بتاعتك. هو انت ظابط يا بيه؟ حاجه زي كده. المهم ما تخافوش، انتوا هتشتغلوا معايا. نشتغل معاك ايه يا باشا؟ وانت تعرفنا منين اصلا؟ انا براقبكم بقالي شهر واعرف عنكم كل حاجه. بص بقى يا همسه، عايزك تسمعيني كويس. في واحد شغال في الشغل الغلط واحنا مش هنعرف نمسكه غير من طريق بنته دي، وانا عايزك تساعديني. وانا مالي يا بيه؟ ومين بنته دي؟ دي تبقى بنته. ايه ده يا بنتي يا همسة؟ الله يخرب بيتك، ده شبهك قوي. اسكت انت كمان بقى يا هنا. ها قلت ايه يا همسه؟ هتساعدينا؟ بصراحة يا بيه انا شايفة ان الموضوع ده كبير قوي، وانا الصراحة خايفة. خايفه من ايه؟ انا هحميك وكمان هنضفك انت والبت دي. بجد يا بيه؟ اخيرا هقلع الجلابيه دي من على جتتي بقى. ما هو اكيد لو انا ما وافقتش يا بيه هتوديني الاحداث انا واختي. لا مش هحبسكم، بس وافقي وعمرك ما هتندمي. موافقة يا بيه. عملت ايه؟ لقيتها؟ والله ما جيت بقلبت عليها محافظات مصر كلها مش لاقيها في اي حته. حاجة لله يا بيه، انا ما اكلتش من امبارح. هديك حاجه لله، بس قولي لي الاول، تعرفي البنت دي وشفتها قبل كده؟ البنت همسة صاحبتي. بجد انت عارفاها؟ طب انا هديك كل اللي انت عاوزاه، بس قولي لي فين مكانها. ايدك على ورقة ب 200 الاول. حاضر. خدي، فين مكانها بقى؟ تعالى معايا يا بيه وانا اقول لك.
تعالى يا بيه من هنا اهو. كده الخطة بتاعتنا مشيت صح. يلا بينا بقى نبدأ الخطة التانية. بصراحة يا بيه انا خايفة قوي. خايفة من ايه يا همسة؟ ما تخافيش يا همسة، انا معاكم ومش هسيبك لحظة. الراجل ده بيدمر البلد واحنا عايزين نحمي البلد. بلد ايه اللي انت بتتكلم عليها دي يا بيه؟ مصر يا همسة. ماشي يا بيه انا موافقة، انا هكمل الخطة من غير ما اخاف. يا اسطى كهربا يا اسطى كهربا. مين اللوسته كهربا اللي انت بتندهي عليه ده؟ انا هفهمك يا بيه. اللوسته كهربا ده لقاها همسة وهي صغيرة مرمية في الشارع، اخدها ورباها. اهو اللوسته كهربا جه هو والبنت همسة. همسه بنتي. انت مين يا بيه؟ وانا بنتك ازاي؟ استني بس يا همسة، هنفهم منه الأول. أنت مين يا باشا؟ انا ابوها. انا هفهمكم كل حاجه. همسه دي بنتي، كانت تايهه مني من 5 سنين. 5 سنين؟ ومين قال لك إن هي تبقى بنتك؟ انا هقول لك صورتها اهي. ومش بس كده، انا عندي وحمه في كتفي، الوحمه دي عند همسه في كتفها. طب تعالي كده يا همسة اما نشوف الوحمة دي. اهي الوحمه اهي. همسه دي تبقى بنتي. يلا يا همسة يلا عشان تروحي مع ابوكي. اروح معاه فين يا اسطى كهربا؟ هتروحي معاه البيت. ابوكي برضه وهياخد باله منك، ده شكله راجل محترم. شكرا يا اسطى كهربا انك خدت بالك من بنتي طول الفتره اللي فاتت. تشكرنا عليا بس يا ماجد بيه، دي بنت برضه. يلا يا حبيبتي. هي همسة هتروح مع فين يا محمد بيه؟ انا معرف همسة كل حاجة، انا حاكي لهمسة على كل حاجة. الراجل ده شران وبيشتغل في الشغل الغلط، وانا قايل لهمسة ان هي هتساعدنا. انا مش فاهمة حاجة يا بيه، انت لو فضلت تشرح من هنا للسنة الجاية انا بهيمة. طيب يا بهيم ما اسمعش صوتك تاني، امشي قدامي. ها عملتوا ايه؟ البضاعه لسه داخله المينا، عاوزكم تفتحوا عينيكم كويس، الحكومه مفتحه عينيها ومش عايزين حد يمسك علينا غلط. ها يا قلب بابا، نفسك في ايه جديد اجيبهولك بقى؟ هو انت شغال ايه؟ ايه السؤال ده؟ عادي عايز اعرف بابايا شغال ايه؟ شغال في اي حاجه وما بعملش اي حاجه غلط، واقفلي الموضوع ده وما تفتحوش معايا تاني. ماشي. يلا بينا بقى عشان اجيب لك هدوم جديده. في ايه يا همسة؟ جايباني ومستعجلين ليه كده؟ في ايه؟ الراجل هيسلم بضاعة النهارده في المينا. مين اللي قالك الكلام ده؟ انا سمعته هو بيتكلم في التليفون. برافو عليك يا همسة. الو، الراجل هيسلم بضاعة دلوقتي في المينا، خد القوات وروح له بسرعة. طب انا هعمل ايه دلوقتي يا محمد بيه؟ انا هقول لكم انتوا هتعملوا ايه. طب وانا هعمل ايه دلوقتي يا محمد بيه؟ انا هقول لك انت هتعملي ايه. بابا انا كنت مع بابا كهربا عشان كان بيطمن عليا. همسة بتقول ان هي فرحانة ان هي معاك يا ماجد بيه. تسلم يا اسطى كهربا. قولي لي بقى كنت عاوزه تعملي ايه. همسة بتقول لي ان هي عايزة تعمل لك مفاجأة وتعمل لك حاجة يعني تفرحك. حاجه تفرحنا اه. طب تعالي معايا يا همسه عشان هنروح مشوار. انت بتقول ايه يا بيه؟ انا مانيش فاهمه حاجه، انت لو فضلت تشرح من هنا للسنه الجايه انا بهيمه. ما تفهمي بقى يا بهيم انت، بقول لك الراجل شكله عارف اللعبة اللي احنا عاملينها عليه. يعني همسة اختي ما عادتش هتشتغل معاك تاني؟ طب والنبي يا بيه جربها كمان مره، دي بنت غلبانه. ما تفهمي بقى يا بنت انت، بقول لك الراجل شكله عارف ان همسة مش بنته، وشكله عارف ان انا ظابط. يا نهار اسود يا محمد بيه، يا نهار اسود. ما تزعلش نفسك، كل حاجه هتتحل. هو انت فهمت حاجة من اللي انا قلتها لك؟ الصراحه لا يا محمد بيه، بس انا شفتك زعلان قلت اما اصالحك. الوحمه فاكر نفسك اذكى مني انت والظابط بتاعك ده. والله يا بيه انا ماليش دعوه، انا ما عملتش حاجه. عشان كده انا مش راضي اخلص عليك لحد دلوقتي، بس زي ما ساعدت الظابط ده هتساعديني. اساعدك ازاي يا بيه؟ ان انا اخلص منه. الظابط ده بقى عارف عني كل حاجه دلوقتي، والسبب في كل ده هو انت. لا والنبي يا بيه انا همشي ومش هتشوف وشي تاني. هتساعديني ولا اخلص عليكي؟ لا لا خلاص يا بيه، انا هعمل كل اللي انت هتقولي عليه. مين ده يا محمد بيه؟
ده صاحبي في الشغل. في ايه يا همسه؟ طب مشي بسرعه قبل ما بابا يجي ويشوفه ويكشفنا. حاضر يا همسه. اسبقني انت على العربيه يا احمد بيه. تمام ماشي يا محمد بيه. في ايه يا همسه؟ جبتي معلومات جديده؟ لا انا رنيت بيك عشان تيجي تقعد معايا لان انا خايفه قوي. في ايه يا همسه؟ ما تخافيش يا همسه، انا معاكوا طول الوقت وقلت لك هحميكي. طيب ماشي، انا جبت لك العصير ده عشان تشربه. شكرا يا همسه. اهلا اهلا يا استاذ كهربا، نورتنا والله. ده نورك يا ماجد بيه. محمد بيه. العصير اللي انت شربته ده يا محمد بيه يا حضرة الظابط فيه سم، علشان بعد كده ما تبقاش تلعب معايا. يلا بينا يا همسه. مالك يا بابا؟ انت مهتم بالمولود الجديد ده كده ليه؟ يا رب يا رب ولد يا رب. بابا نفسه يخلف ولد عشان يحب اكتر مننا ويكوش على كل حاجه. الكلام ده بجد يا بابا؟ يعني انت لو خلفت ولد هتحبه اكتر مننا ومش هتحبنا احنا الاتنين؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده بس يا همسه؟ المولود يطلع بس بالسلامه ونبقى نشوف الموضوع ده بعدين. ده لو حصل اصلا. ها يا دكتور، طمنا على المولود وطمنا على مراتي كمان. ما تقلقش، المدام بخير والمولود في بطنها برضه بخير. احنا بس هنعلق لها محلول وندخلها اوضه العمليات على طول ان شاء الله. استاذن انا. يا رب يا رب المولود يطلع بخير. شفتي بابا يا همسه بيحب اخونا الجديد اكتر مننا وهو لسه ما جاش. انا مش عارفه ليه بابا بيعمل كده مع انه كان بيحبنا كل الحب ده وهو اصلا لسه ما جاش. امال لما يجي ده هيكوش على كل حاجه. فعلا يا هنا يا ريته ما يجيش اصلا ولا احنا نشوف. هو صعب بس اللي يعمل لك كده يا هنكون ارتحنا وخلصنا منه. طب تعالي معايا. دكتور ماجد. ايوه اتفضلوا. احنا كنا عايزينك في موضوع كده ولو وافقت هنديك المبلغ اللي انت عايزه. مبلغ ايه وموضوع ايه؟ ادخلوا في الموضوع على طول. احنا مامتنا في العمليات عشان هتولد اخونا، احنا مش عايزينه ينزل من بطنها حي. معنى كلامكم ده انكم عاوزين تموتوا اخوكم في بطن مامتكم وينزل ميت؟ حقنه بسيطه هتحطها في المحلول اللي انت هتديه لماما، لا من شاف ولا من ديري. احنا هنديك 100,000 جنيه. ها موافق؟ موافق طبعا. امكم اتاخرت في العمليات اولى كده. استاذ محمد. طمنا يا دكتور، مراته ولدت ولا لسه؟ للاسف. مرات حضرتك تعيش انت، شد حيلك، البقاء لله. ايه؟ هو احنا هنفضل واقفين كده كتير يا بابا؟ ايوه يا بابا احنا اتخانقنا. انا مش عارف امكم اتاخرت في العمليات لكده يا بنات. استاذ محمد. طمنا يا دكتور، مراته ولدت ولا لسه؟ انا مش عارف اقول لك ايه، بس انت اكيد شخص مؤمن بربنا. مراتك تعيش انت، الباقي في حياتك. ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ طب والمولود يا دكتور بخير ولا توفى هو كمان؟ المولود ما تقلقش، المولود كويس وهو في الحضانه دلوقتي. طب الحمد لله. زي القمر يا حبيبي وطلع شبهي كمان. وشبهنا كمان يا بابا صح؟ صح ايه بس؟ هو انت زي القمر كده؟ ده انت معفنه. يعني انا معفنه يا بابا؟ اخوه جعان، انا هطلع على شارع الكلب. سمعت يا معفنه؟ زي ما انا كنت بقول لك اهو بابا خلف الولد اللي كان نفسه فيه وهيكوش على كل حاجه وهيرمينا في الشارع. طب احنا هنعمل ايه يعني يا هنا؟ انا هقول لك احنا هنعمل ايه. احنا هنروح للدكتور نوديه في نصيبه علشان لو حصل اي حاجه ما نروحش في داهيه. طب يلا بينا. دكتور ماجد. سامحوني يا جماعه بس انا فعلا عملت كل اللي اقدر عليه. انا حطيت الحقنه في المحلول زي ما انتوا طلبتوا، بس مامتكم هي اللي كانت ضعيفه ما استحملتش مفعول الحقن وماتت مكان الطفل. ما يخصناش، هي كده كده مش موتنا، ده مرات بابانا. يلا هي راحت في داهيه. ده شيك ب 100,000 جنيه نصيبك، لا انت شفتنا ولا احنا قابلناك. مفهوم؟ حاضر حاضر. انت دكتور ماجد؟ ايوه حضرتك مين؟ دباء برشام ممنوع في المستشفى. تعال معايا روح امك. مع السلامه. يلا بينا. انت بتعيط ليه بس؟ خلصوا عليه. هنا ايه يا همس؟ فين محمد اخونا؟ اهو نازل اهو. هنا اختي، همسه اختي، هتخرجوني فين النهارده؟ مش هنروح في حته النهارده يا محمد. ليه كده؟ انت وحش ومش بحبك. هنا اختي هتخرجني وهتوديني الملاهي وهتجيب لي شيبسي وبيبسي. انا قلت مش هنروح في حته، يعني مش هنروح في حته. ويلا امشي قدامي عشان ماجد اخونا عاوزنا. لا انا مش هروح لماجد اخونا، ماجد اخونا شرير. تعالى بس يا محمد ما تخافش.
ايه يا همسه اتاخرتوا كده ليه؟ محمد اخوك ما كانش راضي يجي معايا. كنت راضي تيجي معايا ليه يا محمد؟ انت مستخبي ولا اختك شبه العيال الصغيره كده ليه؟ ما ترد على اخوك الكبير. اهدي بس يا همسه. في ايه يا محمد؟ انت خايف مني ليه؟ وما كنتش عاوز تيجي ليه؟ ده انا حتى بحبك وهاخدك الملاهي وهجيب لك العاب وهفسحك. بجد يا ماجد يا اخويا؟ ايوه يا محمد طبعا بجد. يلا اطلع غير هدومك وتعال. اطلع معايا ماجد؟ لا هو كبير وهيطلع لوحده، صح يا محمد؟ ايوه انا كبير وهطلع لوحدي. احنا رايحين فين يا ماجد؟ امشي وانت ساكته. انا هاخدكم معايا دلوقتي للمحامي علشان تسمعوا منه الكلام اللي هو قاله لي، وبعدين نقرر ونشوف هنعمل ايه. استاذ يوسف. خير يا ماجد بيه. دول اخواتي همسه وهنا، جبتهم عشان تسمعهم الكلام اللي انت حكيته لي. ماشي يا ماجد بيه. المصانع والشركات والبيت ابوكوا كاتبه باسم اخوكم محمد، والحاجه دي مش هتتقسم غير بشرط واحد، لان محمد اخوكم يتعالج، ولو ما تعالجش استنى قدر الله لما يتوفى. الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده، هو انت مجنون؟ اهدي بس يا همسه. عن اذنك يا ماجد بيه. عادي يا همسه، في ايه؟ ان شاء الله اخونا محمد هيتعالج وهيبقى كويس. اسكتي خالص، انا مش عايزه اسمع صوتك. هنعمل ايه دلوقتي يا ماجد؟ انا هقول لكم هنعمل ايه، تعالوا معايا. يلا يا هنا اطلعي نداري محمد اخوكي من البيت. حاضر يا ماجد. يعني محمد الهبل ده كل شركاتنا ومصانعنا وفلوسنا باسمه هو؟ مش دي المشكله يا همسه، المشكله احنا هنعالج محمد ده ازاي اصلا، وهو ممكن ما يتعالجش من التخلف اللي عنده ده. ومين قال لك اصلا ان احنا هنعالجه؟ امال هنعمل ايه؟ انا وانت وهنا هنخلص عليه وتبقى كل حاجه بتاعتنا احنا. ما تفتح يا انت مين؟ احنا لازم نخلص من محمد، انا وانت وهنا. ايه اللي انت بتقوليه ده يا همسه؟ مش تفتح يا عم انت. انا اسف. الواد ده شبه قوي. ايه ده؟ محمد فوق. محمد هنا الحقيني هنا، في حاجه شفتها عايز اقول لك عليها. ماشي يا محمد. ايه ده؟ انت هدومك مبلوله كده ليه؟ انت عملت حمام على نفسك؟ ايوه اصل انا كنت خايف قوي. ماشي يا محمد، تعالى واحكي لي. انا مش فاهمه حاجه يا محمد، ازاي انت شفت واحد شبهك وازاي ماجد وهمسه عايزين يخلصوا عليه؟ انا شفتهم بعين الاتنين وهما بيتكلموا. ماجد اخويا شرير وهمسه برضه شرير. ايه ده يا محمد؟ اهدى. محمد تعالى هنا. انتوا عايزين منه ايه؟ انت مالك اصلا يا هنا؟ انتوا عاوزين مني ايه؟ محمد انا جبت لك دكتور علشان يعالجك وتبقى كويس. بس انا مش تعبان، انا كويس. اللي اقول لك عليه تسمعه، انت فاهم ولا لا؟ حاضر. يلا يا دكتور احمد خده عشان تعالجه. حاضر يا ماجد بيه. يعني انت متاكد يا ماجد ان الدكتور اللي انت جبته ده هيعرف يخلص على محمد اخونا من غير ما اي حد يكشفه، ولا هيودينا في داهيه؟ متقلقش يا همسه، الدكتور ده محترف ومحدش هيقدر يكشفه، بس هي مساله موت محمد اخونا دي هتاخد وقت، بس في الاخر كل حاجه هتكون باسمنا. يا نهار اسود، دول عايزين يخلصوا على محمد اخونا. لا انا لازم اتصرف بسرعه. انا اسفه. انت مين؟